أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: فتح الله عليكم وأثابكم عنا كل خير ونفع بكم، نسأل عن التنشيف بعد الوضوء وجزاكم الله خيرا. التنشيف بعد الوضوء خلاف الأولى. الأفضل إذا توضأ الإنسان أن يترك الماء يتقاطر من على بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذنوب تغسل بالوضوء وتذهب مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا توضأ المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وأنه إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار قدميه. فقوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حتى تخرج من تحت مع الماء أو مع آخر قطر الماء، قوله مع آخر قطر الماء أخذ منه العلماء استحباب عدم التنشيف بعد الوضوء. ولذلك لما أتي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بالمنديل، أتته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها بالمنديل بعد الغسل فلم يرد، وأخذ ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو الأفضل والأكمل. أما لو كان البرد شديدا وخشي الإنسان إذا بقي على وضوئه أن يستضر، أو كانت به حاجة إلى التنشيف فنشف، فلا بأس ولا حرج، فهو جائز، وإن كان خلاف الأفضل والأكمل، والله تعالى أعلم.